النهارده جايبه لكم وصفه جميله جدا، كيكه الحليب الساخن. شايفين وانا بقطعها حاجه كده في منتهى اللذاذه والهشاشه. بصوا جميله ازاي، والمسام بتاعتها مقفوله جدا، مفيش مسام بقى واسعه ولا الكلام ده. شايفين عامله زي الاسفنجه بالظبط. ويا سلام بقى كده مع كوبايه شاي وقطعتين من الكيك اللي انا عاملاه، حاجه كده في منتهى الجمال، احلى فطار في الدنيا. ونسمي بالله ونبدا، ويلا بينا على المكونات. معايا 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده، وكيسين فانيليا، ممكن فانيليا سايلة عادي، ومعلقة خل، وكمان هناخد نص كوباية زيت وكوباية سكر. ومع ملحوظة، كوباية السكر وكوباية الزيت هي نفس الكوباية اللي هنعاير بيها كل المكونات. هنا حطيت ال3 بيضات، وبعد كده هحط نص كوباية الزيت وكوباية السكر كلها. ولو حابين الكيك يبقى مسكر اكتر من كده ممكن تزودي ربع كوبايه سكر تاني. حطيت معلقه الخل وكيسين الفانيليا، ممكن برضو نحط فانيليا سايله، يعني هي نفس الطعم، مفيش اي اختلاف. هضربهم كويس جدا جدا في الخلاط. اهم حاجه اضربهم كويس قوي قوي، يبقوا ناعمين جدا، يختلطوا كويس قوي ببعض، البيض بالسكر لحد ما السكر ينعم معايا خالص، مبقاش مخرز خالص ولا يبقى فيه اي معالم للسكر. فضيتهم كده في بوله زي ما انتم شايفين. وبعد كده نفس الكوبايه اللي عملت بيها السكر هي نفس الكوبايه اللي هعمل بيها الدقيق. كده اول كوبايه، ولازم انخل الدقيق كويس قوي عشان يبقى معايا خفيف كده. دي الكوبايه التانية، يبقى انا كده حطيت كوبايتين دقيق. لو مشيتوا معايا على الخطوات ديت بتاعه الكيك والله صدقوني هيعجبكم جدا الكيك ده، ويبقى حلو قوي. ومعايا كيس بيكنج باودر اي نوع انتوا حابينه هتحطوه كله، لان هو 16 جرام هنحطه كله على بعضه. وبعد كده حطيت ذره ملح صغيره، وابتدي بقى اخلط الدقيق بالمكونات السائله اللي احنا ضربناها في الخلاط. واهم حاجه اخلطهم كويس جدا. طبعا اثناء ما انا بعمل الكيك، انا مش اول حاجه ببدا بيها بشغل الفرن كويس قوي، عشان الفرن لازم يكون سخن. كده خلطت الكيك، شايفين ان هو تقيل معايا شويه. طبعا انا يعني سايباه تقيل طبعا لان لسه هنحط له لبن او حليب. فدلوقتي هنجيب كوبايه اللبن او كوبايه حليب، هنفضيها كده. هي نفس الكوبايه اللي عملنا بيها الدقيق والسكر، هي نفس الكوبايه اللي هنعمل فيها اللبن. وبعد كده حطيت معلقه زبده كبيره وسخنتهم كويس جدا على النار. واهم حاجه الحليب يكون ساخن زي ما انتم شايفين كده. شايفين الدخان اللي طالع او البخار اللي طالع. هبتدي بقى، ما تخافيش يعني، احطيه مره واحده كده عادي زي ما انا حطيته كده، وابتدي بقى قلبي كويس قوي. اهم حاجه المكونات كلها تختلط في بعض كويس قوي، وما تخافيش من اي حاجه، مش هيحصل لها اي حاجه. طبعا الفرن زي ما احنا متفقين الفرن شغاله، عشان لازم الفرن تكون سخنه. عايزاكم بقى تاخدوا بالكم من القوام بعد ما قلبت اللبن كويس فيه او قلبت الحليب فيه. شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه، هو ده القوام المطلوب. قلبته كويس جدا، هنركنها على جنب دلوقتي. وبعد كده هجيب القالب، اي قالب عندك مقاس 24. ده القالب ده مقاس 24. جبت القالب، اي قالب اي نوع عندك براحتك يا خالص، هو ده كان متاح عندي. فانا حطيت حبه زيت شويه زي ما انتم شايفين كده، بخت زيت خفيفه جدا. وابتديت بقى ادهن القالب كويس كده من كل الاتجاهات زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب بقى رشه دقيق، هحط حبه دقيق صغيرين كده في القالب، وابتدي بقى يعني اخبطه من كل الاتجاهات، يعني اخلي الدقيق يلف كده حوالين القالب كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وابتدي بقى اخبطه كده، اطلع الدقيق الزياده كده. انا طلعت الدقيق الزياده مش عايزاه، خبطه زي ما انتم شايفين كويس قوي كده، ما فيهوش اي دقيق. بعد كده هجيب بقى الكيك بتاعي اللي انا عملته، وهبتدي بقى اصبه كده في القالب. عايزه قالب طويل، قالب مدور، قالب مربع، اي قالب عندك براحتك خالص. هنبتدي بقى كده نصب الخليط كويس جدا. وهبتدي بقى كده اخبط القالب بتاعي كده، هو اطلع من الكيك اي هوا، خبطتين 3 مش كتير يعني، لحد ما الهوا يطلع منه. طبعا حطيته في الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. قعدت حوالي 40 دقيقة بالظبط، ممكن تقعد 45 دقيقة على حسب الفرن اللي عندك. طبعا ما شاء الله اختبرتها طبعا. وطبعا في ملحوظة حلوة جدا مهمة جدا، لازم كمان يعني لما نيجي نعمل الكيك ما نفتحش نفتحش الفرن خالص من على الكيك خالص لحد ما نشم ريحة الكيك. اول ما تشم ريحة الكيك
فطبعا ما نفتحش برضو، يعني اول ما نشم ريحه الكيك ما نفتحش، فنسيبه كده 5 دقايق ونهدي النار. اول ما ريحه الكيك تطلع بنهدي النار شويه وبنسيبه 5 دقايق، وبعد كده نفتحه ونختبر الكيك. وطلع معانا كيك جميل جدا ما شاء الله. هقلبه بقى معاكم كده ونشوفه عامل ازاي من تحت. ما شاء الله بجد يعني خطير جدا، هش ولذيذ جدا جدا. وطبعا احلى حاجه في الكيك ده ان انت ممكن تاكليه بقى ايه باي نوع صوص، يعني ممكن تاكليها كده زي ما انت حابه كده ساده بالشاي، وممكن كمان تحطي عليها اي صوص انت حباه، صوص شوكولاته، صوص كراميل، لوتس، فراوله، يعني فستق، اي نوع يعني صوص بتحبيه بتمشي معاها في اي حاجه. شايفين بقى الجمال، ولونها موحد حلو جدا جدا. لو جربتوا الطريقه بتاعتي دي، واهم حاجه مشيتوا على الخطوات بالظبط بالظبط، هتبقى حلوه جدا. وطبعا كالعادة بتاعتي مش بستنى لما تبرد، المفروض نسيبها تبرد شوية. فطبعا انا قطعتها وهي سخنة كالعادة، يعني انا على طول بحب اقطع الكيك سخن كده. عادة اتعودت عليها ان انا لازم اقطعها على طول وهي سخنة، لان ولادي بيحبوا الكيك سخن جدا. هطلع بقى معاكم كده. شايفين بقى، بصوا حاجة كده في منتهى الجمال، ارتفاع خطير، عالية جدا. وبص المسامات بتاعتها عاملة ازاي، مقفلة خالص، تحس ان انتي كده ماسكة قطعة اسفنج معاكي. وزي طبعا ما اتفقنا، اهم حاجه نمشي على الخطوات كويس جدا. صدقوني هتعملوا كيك خطير بجد، حلو قوي قوي. وكل اللي هياكلوا من ايدك يعني هيدمنوا بجد، حلو قوي. يعني شايفين انا بقطعها كده شرايح صغيره جدا زي ما انتم شايفين، مش بتتفرول معايا. انا حبيت اقطعها كده قطع صغيره معاكم عشان تشوفوها بقى. بصوا يعني مش مفروله خالص، متماسكه جدا، تحس ان انت كده ماسكه قطعه وطريه وهشه ولذيذه بجد، حلوه قوي. هقطع بقى معاكم حته. بصوا شايفين كده، همسكها كده اقطعها هوريها لكم، خطيره بجد. يعني انا عايزه اقول لكم ان هي مهما بصي، يعني انا بقطعها زي كانك متماسكه ازاي، مع انها شريحه صغيره جدا وخفيفه. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وباي باي.